السلام عليكم الاخوان الكرام، مرحبا بكم في سلاح جديد على الشعب الكرغولي العظيم. المهم اخوتي دابا غنبداو راكم عارفين اليوم كان داك الاجتماع التقني اللي تيديروا الفراقي. المهم البركان غتلعب بالتوني ديالها الليموني بالخريطه المغربيه، واتحاد العاصمه تلعب بالتوني البيض ديالها. دابا حنا خصنا نشوفوا هاد الناس اللي عندهم النيف، اللي تيقول لك هما عندهم النيف وما كيموتوا وما عندهم ثاني خطر وما صعابين وما السياده. وهادي شنو غيديروا ملي غيلعب منين بركانه تلبس التوني ديالها؟ قال لك اسيدي ملي كانوا ليه كانوا تيقوتوا، قال لك لا حنا ما نلعبوش. اسمعوا داك المدير التقني شنو قال، داك المدير التقني ديالو شنو كان تيقول. مباراة العودة مبرمجة وسنتنقل يوم الجمعة إن شاء الله. إلى بنفس القميص سننسحب. القميص قضية مبدأ وقضية سيادة وقضية مش نقول لك يعني هذيك ما نتراجعوش عليها، هذيك مفروغ منها. الآن إذا الفريق يلعب بألبسة عادية مرحبا، ندخلوا نوصلوا تما يلعب ألبسة عادية ماشي مشكل، يلعب بالأشياء اللي غير مقبولة سننسحب. باي باي كأس العالم 2026 بالنسبة للمنتخب الجزائري. باي باي كأس أفريقيا المغرب 2025 بالنسبة للمنتخب الجزائري. باي باي كأس أفريقيا 2027 بالنسبة للمنتخب الجزائري. باي باي كأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة للاتحاد الجزائري العاصمة. باي باي كأس الاتحاد الإفريقي تشامبيونز ليغ سوبر كوب سوبر ليغ وكأس العالم الأندية بالنسبة لجميع الفرق الجزائرية. وهذه هي الضريبة ديال اللي يقول الصحراء الغربية واللي يعاون بالطوش ابراهيم غالي ويحكموا العسكر. اما الصحراء راها في مغربها والمغرب في صحرائه. كاين واحد المثل مغربي الخوت في الجزائر اللي كنضان معاكم بالمناسبه تيقول لك تكبر وتنسى، واخا هادشي ما كيتنساش. كلشي بين يدكم، تلعبوا نهار الحد حتى حاجه من هادشي ما توقع. ما تلعبش اتحاد الجزائر من العاصمه، هادشي هو اللي غادي يوقع. كل التضامن مع الاخوان في الجزائر. الملك كان باش يوري القوه تاعو، يدير البوكس الجابوني، يدير تايكواندو والجزيري كيفاه مازال ما تعرفنيش مليح. السيد واحد اخر بغينا نعرفوا غير الجزائريين شنو فيهم مالهم. قلنا اكبر حشاد في هذه الكره الارضيه هو الجزائري. ما يربح ما يخلي الناس يربحوا. المهم اخوتي غنشوفوا واحد الكراغيله واحد اخرين عاوتاني واحد اخر هادو مسلمين بزاف، نسمعهم شنو قالوا وعاد نوليو عاوتاني نجاوبوهم. غدوة كيروحوا لنهضة بركان اليوسما يكتبوا نو سوم دي ميزولمون، يكتبوها في المايو يلعبوا به. باسكو الاخرين مع اهل صهيون نكتبوها، ما تقوليش لا نحن مسلمين. يقول لك عبارات دينيه نكتبوها فرونسي باسكو لي لتر لاتين يقبلوهم في المايو، بس يقول لي لتر بالعربيه يكتبوا نو سوم ميزولمون. سلوغو يقول لك سلوغو عنده بعد ديني. من نديرو دونك نديرها مي لو كا هذه الخطوره على كاف ارتكبت خطا هذه فاتت. الجزائر قد تفرنست. الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، وأصبح صاحب هوية ممسوخة لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام. المغرب أكثر بلد انصدمت فيه. يعني أولا المغرب على كثر الدول العربية اللي زرتها ولا ما هو قصورا تقصيرا في الجميع، المغرب هو أكثر شعب رأيته في ميزتين: التدين والكرم. يلا عرف شنو دير، دخلنا داك الحاج اللي لقى الراي دخلنا. وهذه علم الجزائر بلاد المليون لقيط وجدناه داخل السفينة الإسرائيلية. الجزائريين معروف بالخيانة من زمان. لعنة الله عليكم يا جزائريين، يا خونة، يا مطبعين تحت المائدة. يلا نسمعوا اخي المسلمين، نتوما مسلمين بزاف. نسمعوا حنا ما نقول لكم والو، نتوما مسلمين، حنا ماشي مسلمين، لكن نتوما بعدا مسلمين. سمع على ودنك. في الجزائر لا يلاحقون الشيعة، ومن يختار التشيع الجزائر كم سنة تتحول شيعية بالكامل. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شنو واحد الكراغيله منه واحد اخر اللي مازالين كيهضروا على الرايد المغرب ما صارش به الفيفا. ما نسمعوا شنو تيقولوا، وداك الساعه نجاوبوا عليهم عاوتاني بجوابنا حنايا، بجواب ديال المغاربه الحرام.
حيت المغاربه ما تيجاوبوش بالهضره، تيجيبوا الدليل، عطيني الدليل وجاوب. اما لا غاتجي تهضر معايا ما غنهضرش معاك اخاي الكرغولي. حنا راه دابا هذه هي التطليعه ديال الكره، راه مازال جايين تطليعات الفري، هذوك مخلينهم على ما دوز المقابله ديال نهضه بركان ونبين لكم التسطال على الفري اللي ما عمركم شفتوهم، كاين غير الضحك والتكركير. قضيه فصل فيها في لونو وفي لونيون افريكان. المشكل ان هناك خريطه على المايو تاع بركان ليست نفس الخريطه الموجوده في لافيفا، ليست نفس الخريطه الموجوده في لونو وفي فلو. هذا هو المشكل. اذا كان اردوان تسمع هاد الهضره هذه اللي هي سياسيه ومخدومه بور لا كونسوماسيون انتر يعني في المروك، ما تقدر دير والو. هما خوتي كما سمعتوا هاد الكراعيله هادو قال لك سيدي في الفيفا ما كايناش الخريطه ديال المغرب، ما كايناش. حنا نشوف واحد السيد مغربي حر حكم مشى حتى للمقر ديال الفيفا وصور الخريطه في قلب المقر ديال الفيفا في المعرض ديال الفيفا. يلا خليكم معنا وشوفوا اخي الكرغولي واش كاينه ولا ما كايناش. نتوما تصيدتوا بقيتوا علينا النيف، لا حنا الدوله عظمى بقيت تيريري حنا غنديرو ما غنلعبوش، السياده الوطنيه كلشي تخبى دابا، ما بقات لا السياده الوطنيه. فين هو عبد المجيد خان السميه؟ فين داك العالم ديالكم؟ ما بقاش شي واحد يبان، كلشي تخبى، خليتو اتحاد العاصمه بوحده جايه غتلعب. دابا هي يقول لك كما درتو حلو في كرموط، دابا كنت يقول لك الفرقه اللي تتنسحب تتخسر، حنا ما لعبناش وربحنا، دابا غتجيو عندنا شنو غديروا؟ دابا قول لي شنو غديروا؟ غتدخلوا تلعبوا كيف السياده؟ تمشي لكم السياده. لعبتوا مشكله، ما لعبتوش شي لا مشيتو ما لعبتوش، شنو وقع لكم؟ عارفين ولا ما عارفينش؟ واخا صبر ما عارفينش واقيلا عامين ديال التوقيف. لا منتخب لا فروق، ما تلعبوا كاف، ما تلعبوا اقصائيه كاس افريقيا، ما تلعبوا اقصائيه كاس العالم، وتوقفوا ما تلعبوا خير من هنا. شنو دابا 24 ما تلعبوش 25 يعني مشات لكم كاس العالم ميعادي وحتى 2030 عاوتاني نجيو عندنا المغرب عاوتاني تلعبوا عندنا كاس العالم. المهم خليكم مع الخريطه ديال المغرب من قلب الفيفا اللي تقول الفيفا ما معترفاش. يلاه شوف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في جميع بقاع العالم. معكم اخوكم يوسف رشاد، مواطن مغربي سويسري ولا سويسري مغربي، حكم سابق في الدوري السويسري واختصاصي في علم النفس الرياضي. الان كنتواجدوا في المتحف ديال الفيفا في زوريخ السويسريه. هذه كاس العالم الاصليه اللي كتجي لهنا كتكون في المتحف حتى كيوصل الوقت ديال كاس العالم وكتمشي للدوله اللي فيها كاس العالم. دابا غادي نمشي معكم باش نتقاسم معكم واحد المعلومه اللي هي مهمه جدا جدا للتنوير وليس للتبرير، لان صراحه الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولكن كاين البعض مثلا كاين البعض المساكن اللي كيجهلوا الحقيقه وكيتبعوا ديك البروباغندا. اليوم غادي نمشي معكم لهاد الشاشه اللي كما كتشوفوا هنايا. راه المتحف يعني فيه الامور ديال الفيفا، وهنايا الشاشه ديال الاعضاء المعترف بها من طرف الفيفا. وإلا جينا نزوميو على الخريطه تاع المغرب، فالخريطه تاع المغرب الفيفا حطها بهذه الطريقه هذه، لان كما هكاك من طنجه للقويره. لا نخاف يعني اللومه لائم. هذا الشيء اللي كاين المغرب في صحراء والصحراء في مغربها من طنجه للقويره. وباش نتاكدوا مزيان غادي نديروا هكا المغرب والقصه تاع المغرب، شحال من مره شنو شحال من ماتش لعب وشكون المدرب الحالي وليد الركراكي والقصه ديال مكسيكو 86. شتي اخويا الكرغولي؟ شتي الخريطه كاينه في الفيفا؟ شتي ولا ما شتيهاش؟ المهم دابا حنا ميعادنا غدا، دابا ما بغيناش ندير لكم شي افلام بزاف. غدا نشوفوكم واش غتدخلوا تلعبوا ولا ما غتدخلوش تلعبوا. الا ما دخلتوش تلعبوا راكم رجال عندكم النيف وما يقد عليكم حد، وانتم هما القوه العظمى والدوله المسيطره واقوى دوله في المنطقه، وعمي تبون احسن رئيس في العالم وشنقري احسن عسكري في العالم. انتم هما راس السوق
وان الا هادشي الا ما دخلتوش تلعبوا ولا دخلتوا تلعبوا شنو غتبقاو تقولوا لنا دابا؟ انا تنفكر شنو غتبقاو تقولوا ملي غتدخلوا تلعبوا، شنو غتقولوا؟ لا حنا غير مشينا عندهم ما خليناهمش عندنا، ياك هكا؟ واخا في النوبه الاولى تقولوا ما غتلعبوش. انا كان اللي تنعرف عنده النيفور واجل، ولا كنتو الجزائريين فري نتوما رجال فهمتيني تتبقاو في كلمتكم، هي ما تدخلوش كاع تلعبوا. هادشي اللي تنعرف انايا. والله لا وليتي دورتوا الكره بالله عرفتي تنساو بحال اللي ما عمركم كنتو، بحال اللي ما عمر الجزائر كانت تلعب كره، واخا راكم عارفين اصلا تنبغيوش ندخلوا معاكم للاعماق ديال لقجع 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 والمخزن لقجع لقجع نار المؤامرة لقجع 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 والمخزن لقجع لقجع نار المؤامرة المغرب حاقرني وبغى يخصيني بالكولة صار هسطاني يمنتي شري الافريق شكون يداويني المروكي سطاني الله يخليك لينا يا زكي لقجع إنه يتحكم بالأمور أكثر يوما بعد يوم. انهزم فريق اتحاد العاصمة الجزائري ب3 كؤوس شاي مشحرة من شاي الدحميس الذي باتت قيمته أغلى من المعدن النفيس، فقد ذاع صيته أكثر من مهند ولميس. سنوات الضياع سيعيشها الجزائري من الخميس إلى الخميس